السلام عليكم. بتواصل حديث مع حضراتكم، والنهارده بنتكلم عن اخطاء في تربيه السمان. السمان اللي قدامنا دهوت السمان الاوروبي، واحنا النهارده في بدايه الاسبوع الثالث. السمانه اللي قدامنا دهيت عمر 14 يوم، متوسط وزنها 60 إلى 70 جرام. طبعا المعالف او الاطباق دهيت ما تنفعش للسمان، علشان بيبحتر الاكل، والسمان بطبيعته بينكش الاكل. فبصوا يا جماعه، العلف قد ايه متهدر على الارض. في معالف بتبقى محكمه للاكل علشان السمان ما يبحترش. برضو السقايه هو رافعينها يا دوب، بس بيحطوا راسه بس. وطبعا السمان بنعامله زي الطيور عادي خالص. في بهوت حمام اهوت بني دوت، يعني كوكسيديا، لابد ان احنا ننزل ليها مضاد كوكسيديا. والترمومتر اهوت درجه الحراره كويسه، يعني داخله على 29.5. والحمد لله السمان اهوت حيوي، مفيش فيه اي حاجه ان شاء الله. طبعا بنوسع دايما للسمان مع العمر، وبنحاول نظبط مسألة العلف دهوت بطريقة أفضل من كده. وبنتعامل برضو في مسألة الدواء والعلاج زي الفراخ دوت وضع كويس خالص في تربية السمان. الشيء التاني برضو هنا ان مفيش غير السقاية دهيت في المكان، لابد ان احنا نحط واحدة هناك كده واحدة هناك كده، علشان كل السمان يشرب وياكل وما بيقباش. يعني ما ينفعش السقاية دي بس اللي موجودة، ده خطأ. لازم يكون فيه كمان واحدة هناك كده، واحدة في النص، يكون فيه كمان 4 سمانات مع توزيع طبعا العلف. بصوا الاطباق هنا بس اهيت، مفيش اطباق هناك. فكل دي طبعا اخطاء لابد ان احنا نتفاداها في تربية السمان بتاعنا، خصوصا السمان اللي بيربى على الارض. وان شاء الله هنشوف صور او فيديو اخر للسمان اللي بيتربى في البطاريات. وبرضه هيكون دوت طبعا السمان اللي قدامنا دوت عمر اسبوعين، بادئ في الاسبوع الثالث. بنقول متوسط وزنه من 65 ل 70 جرام، ونوعه الاوروبي اهو.